وهي واقفه مع واحد في الشارع وهي رايحه السوق. ليه يا بنتي كده بتقولي كده يا بنتي؟ ما دخلت البيت ده وانا النار قايده في جتتي ومقيده البيت نار. مريم دي من شعرها قدام امك اهدي وسقط. انا هوريكي بس انت يا بنت، انا هوريكي بس يا بنت انت اهدي. راحه في حاجه كده في قلبي وكنت عايزه اقولها لك من يوم الفرح. ليه يا قلبي قولي؟ انت افورتي قوي يا مريم انت وعمر الصراحه. الشقه ومكلفينها فوق الاوفر، والفستان الغالي قوي ده، والقاعه والميك اب ارتست. ايه يا بنتي كل ده انت زي القمر من غير ميك اب. وفيها ايه يا امنيه؟ ده ليله في العمر، وبعدين ده من خير ابوه وخيري ليله ايه بس يا ماما؟ انا ما اقصدش حاجه يعني، انا كان قصدي بس انه مكلفه قوي، ده فوق ال 100,000 جنيه، كنتوا اولى بيها. بلاش يا امنيه الكلام ده من دلوقتي يا امنيه. بس عايزه اقول لك على حاجه. في ايه؟ بصي حماتك هنا غلبانه وكويسه قوي، باين عليها، بس برضه حذري يعني مش من تدي الامان لكل اللي في البيت. ها فاهمه قصدي؟ لا مش فاهماكي. يعني خلي بالك ما ترميش قوي الكلام وترمي اللي في عبك لحماتك ولا لحماكي ولا لاي حد. بلاش عشان انا فاهماكي كويس. انا ما بقولش حاجه يا ماما، انا بس ما قلبي كان على اختي، يعني مريم زي اختي. خلينا كده يا امنيه احسن. طب انا هقوم بقى اعمل لكم حاجه تشربوها. قومي. هي مش قصدها حاجه، هي بس بتوعيني. اسكتي يا مريم. بصي بقى، ايه يا امنيه؟ انا يا حبيبتي عملت الاكل، تقومي بقى تشيلي معايا الاكل وتغسلي المواعين وتكنسي الصاله وتبقى تنضفي السفره. طيب هو انا قلت لك حاجه؟ انت بتزعلي يا بنتي؟ ماشي عادي. لا بحسب بس انه مش عاجبك. لا عادي، هاتي خدي شيلي. حلو الفيلم ده والله. ايه عاملين ايه؟ ايه امنيه ساجه؟ لا في الشغل يا عمر. انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ ما قالتليش على ايه؟ انا نسيت، في خبر هيفرحك قوي. خبر ايه؟ خير؟ مريم حامل. ايه حامل؟ هي مالها اتصدمت ليه كده؟ لا مفيش. بس بقول لك ايه، ده ما يمنعش ان انت برضه هتنضفي معايا في البيت وتغسلي معايا وتكنسي يعني حاجه البيت مالهاش دعوه خالص بالحمل بتاعك. اهدي يا امنيه اهدي، انا الدكتور كده كده قال لي ان الحمل الحمد لله ثابت، فهروق معاكي وهنعمل كل حاجه. مش هنرمي حاجه عليك يعني، مش عشان هي حامل مش هرمي عليكي الحمل. اصل انا عارفه يعني الحامل دي بقى بتقعد تدلع يا عمر، وكل شويه استفراغ ودكتور وحاجات كتير قوي. لا يا امنيه ما تقلقيش، انا هساعدك في البيت، اكيد مش هرمي عليكي الحمل كله يعني. معلش يا امنيه، كله ده هيبقى تمام زي الفل يعني. انت برضو يعتبر اخت مريم واختي أكيد. يعني ومرات اخويا يعني. انت عارفه يعني اللي فيه. كلنا بنحبك في البيت، ما تقلقيش. انت متضايقه من حاجه سيد مزعلك؟ طيب وهي كده. تسلم ايدك يا حبيبتي على القهوه، ربنا يقومك بالسلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، تسلمي. عقبالك يا امنيه كده، ما ربنا يا حبيبتي يرزقك بالذريه الصالحه. بجد؟ ايه يا امنيه في ايه؟ انت بتبصي لي كده مالك يا يا بنتي؟ أمنية؟ لا مفيش، اصل حاساها بقت معايره. معايره؟ هعاير مرات ابني؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا امنيه؟ انا سايبها لكم خالص وقاعده، اقعدي قولي لها بقى يا حبيبتي ويا روحي وتسلم ايدك. تسلم ايدك. انا حاسه ان يا امنيه فيها حاجه غلط. هي متخانقه مع سيد؟ طيب لا ده بيعملها احسن معامله يا بنتي. سيد انا عايزه اتكلم معاك قبل ما تنزل. في ايه؟ امك مالها؟ امك ومرات اخوك الاتنين نازلين كتفيا وحرق الدم من ساعه ما مريم دي دخلت البيت، وانا حياتي بقت جحيم. كل شويه حبيبتي يا مريم، حبيبتي يا مريم، ودلوقتي من ساعه ما حملت وخلاص بقى تجيب ولي العهد الهانم، وهي كل شويه تسلم ايدك يا مريم، اقعدي يا مريم، ارتاحي يا مريم، عقبالك يا امنيه، عقبالك لما تجيبي الواد زيها. طب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما تقول لك عقبالك؟ امك عارفه كويس قوي ان انا ما بخلفش، بتغيظني، هي بتحرق دمي وبتهيني على مفيش نفسي. حاجه بعيده عن ربنا يا امنيه ممكن تخلفي، ايه المشكله يعني؟ وكمان دي عروسه جديده يعني، ايه المشكله؟ طب بص بقى، انا لازم تحط لي معاهم حدود، يا اما يا سيد الليله مش هتعدي. يا امنيه انت كبيره وعاقله. انا بلا كبيره بلا الكلام ده لا، الكلام ده لا، غلط الكلام ده، ما تعمليش عداوه في البيت. ما تقوليش انت كبيره وانت العقل، خليني هاديه كده علشان ما اطلعش اجيب لك مريم دي من شعرها قدام امك اهدي واسقط. اهدي، لو في حاجه انا هحلها. اهدي. طب حلها. طب اهدي. حلها يا سيدي الرجال. خلاص بقى اهدي بقى. ام محمد معلش عايزه كوبايه ميه. ام محمد؟ انت بتبصي لي هو ايه اللي ام محمد وناولي لي كوبايه ميه؟ في ايه يا امنيه؟ هو انتوا ليه بقيتوا بجحه؟ انا اسمي ام محمد. ايه اللي انت بتعايريني يا حبيبتي؟ ربنا بكره يرزقك بمحمد.
فيها ايه يعني يا محمد امنيه؟ إيه؟ بتتعاملي معايا كده ليه يا بنتي؟ انا عارفه ان انتوا قاصدين تهيروني على نفسي وتعيروني. لا حول ولا قوه الا انا عارفه ان بالله. انتوا عايشين في البيت ده عشان تموتوني. شوفي مالها، انا ما اعرفش. ايه اللي حصل؟ مش أنا عارفه مش بقول فاهمة لها ده إيه انا اللي دايخه. انت يا بنت انت من يوم ما دخلت البيت ده وانا النار قايته في جتتي ومقيده البيت نار نار. في ايه يا امنيه؟ في ايه؟ شويه تقول لي يا ام محمد وبعد كده هتيجي تقول لي يا مريم. ماما مش قصدها اكيد، هي بس كانت تعبانه او اي حاجه مالها. اسكتي واخفي عن وش احسن لك. لا اله الا الله، يا بنتي عامله كده ليه؟ الحمد لله. ايه امال عمر مش هنا ولا ايه؟ لا عمر مش هنا. كويس قوي عشان انا عايزاكي في كلمتين. في ايه؟ هو انت مش هتبطلي جو الحربقه وان انت تبقي عايزه تاخدي كل حاجه تحت باطك؟ لا ثواني، حربايتي انا مش فاهمه انت بتتكلمي على ايه اصلا. لا انت فاهمه كويس قوي انا بتكلم على ايه. يا بنتي انا مش فاهماكي والله. طب يعني وضحي لي، انا غلطت معاكي في حاجه؟ انت متاكده ان مفيش حد هنا صح كده؟ لا والله. احسن برضو. احسن يا مال. يا امنيه انا هوريكي. بس انت يا بنت، انا هوريكي. بس يا بنت انت اهدي بس اهدي. في ايه؟ معلش هي بتهزر معاكي، معلش. خدي هنا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ عملت ايه؟ اليوم دي البت دي من ساعه ما دخلت البيت وهي افرض مغيظانه. سقطت دلوقتي ولا حد عرف انك عملت لها كده؟ طب ما انا بضربها عشان تسقط وتبقى تتكلم. اقسم بالله العظيم البت دي لو جرالها حاجه او اتسقطت هيكون حسابك معايا كبير. والله بجد؟ غلط اللي انت بتعمليه ده. اللي انت كنت عايز تسقطيه ده يعتبر ابن اخويا. غلط. يا عيني يا عيني. ماشي انت عايز ايه دلوقتي يا سيد؟ انا عايزك تهدي شويه، اهدي شويه وبطلي بقى الغل اللي جواكي ده. خلصت كلامك يا سيد؟ طب بص انا عندي كده فكره. هي لو سقطت بجد انت تقول لعمر ان احنا شفناها كانت بتسقط نفسها وان هي كانت بتكلم واحد في التليفون. يعني يرضيك يا سيد ان انا اتحبس؟ يرضيك ان هي تاذيني؟ ولو قالت لعمر ولا قالت لامك هتبقى مصيبه. ان شاء الله مش هتسقط ولا الكلام ده كله هيحصل. ان شاء الله مش هتسقط. يعني نفترض لو ده حصل تعمل اللي انا بقولك عليه. يا رب انا عملت ايه في دنيتي؟ الصراحه كده في حاجه احنا عايزين نكلمك فيها انا وسعيد. عمر. خير يا سيد اتفضل. ابتدي انا ولا تبتدي انت يا سيد؟ بص يا عمر يا حبيبي، انا مش عارف والله العظيم يعني اوصف شعورك دلوقتي. ربنا يرحمه يا حبيبي. انت لسه هتوصف شعوره وقول له على اللي حصل. استني يا اسكتي. طبعا يا حبيبي انا عارف انك زعلان دلوقتي ان ابنك وضناك الله يرحمه ان شاء الله هتعوضه في الخير باذن الله. بس يا حبيبي انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. يعني الموضوع بيحصل كتير فاهمني، ودي حاجه بتاعت ربنا. بس يعني انا في حاجه كنت عايز اقول لك عليها كده. حاجة يا سيد، لا في حاجة بس مهمة. بقى يا سيد انت مش عارف تقول له اي حاجه واحنا لازم نقولها له. بص يا عمر الصراحه مريم بتخونك. احنا شفناها اكتر من مره وانا قفشتها اكتر من مره، واللي في بطنها ما كانش ابنك عشان كده هي نزلته. يا أمنية بس بص يا عمر بصراحة هو يعني احنا ممكن نكون ظالمينها بس لا مش ظالمينها. هو بصراحة يا أمنية احنا دخلنا عليها قبل كده يا عمر لقيناها بتتكلم في التليفون مع حد غريب. حصل. وبعدين يعني انا اول شفت ما الموقف. تشوفنا تنزل التليفون على طول. زي ما أمنية بتقول كده. وانا لما شفتها يعني ما رضيتش ان انا اخش عليها، قلت يمكن تتعظ او يمكن تحترم نفسها. ما طلعتش كده خالص، او ممكن تكون هي السبب في هنقعد نقول ممكن انها هي اتسقطت يا عمر عشان ممكن يكون مش ابنك او راح لحاله او ابن حد في حاجه غريب. تانية يا عمر سيد مش عايز يقولها لك. سيد شافها اكتر من مره وهي واقفه مع واحد في الشارع وهي رايحه السوق. ليه يا بنتي كده بتقولي كده يا بنتي؟ ليه بتقولي كده؟ الموضوع ده كان بيننا وبين بعضينا. قولي الحقيقه. الله لازم تنصح اخوك. خلاص شكرا على النصيحة يا عمر احنا في الاول وفي الاخر اخوات. ربنا يعوضك خير يا حبيبي. يمكن هم مش من نصيبك يعني خليها تروح لحالها. وانت ابنك اللي هو مش في يعني هو ما كانش يعني هو مش ابنك يعني اللي هو في بطنها ده راح لحاله برضه يا حبيبي. وربنا يعوضك خير في واحده تانية ان شاء الله تصونك. لو هو كان ابنك خلاص بجد. كلام ما بلاش ليه. شكرا على النصيحة. على ايه بس انت اخويا؟ ده انت صعبان عليا على الاخر. نورتوني. لا اله الا الله. ربنا يعوضك خير يا عمر. يلا يا أمنية ربنا معاك يا حبيبي. أمنية بص الفيديو ده بيتكلموا عليه ازاي. في ايه يا سيد؟ انا ضميري بيأنبني يا أمنية. تعالى يا بابا بس كده اقعد كده واتكلم كده. ضميري بيأنبني. اوعى طيب اما اقول لك ضميرك بيأنبك في ايه يا سيد؟ ايه اللي احنا عملناه في اخويا ده؟ ايه اللي احنا عملناه في اخوك يا حبيبي؟ هما ذنبهم ايه؟ هما مين دول؟ ذنبهم ايه يحصل فيهم كده؟ اذا هما كان مين هو ولا مراته اخويا.
قال ذنبهم ايه؟ هو انت ناسي اللي امك ومراته كانوا بيعملوه فيا؟ والغيظ وحرقه الدم اللي كل شويه؟ الغيظ وحرقه الدم ده منك انت. مين انت ده؟ اساسا جواكي غل. انت عايز ايه يا سيد دلوقتي؟ انا مش عارف انا عملت كده ازاي. اديك عملت، لا، يبقى اعرف أمنية، بقى بعد كده. امنيه انا لازم اقول لاخويا على اللي بيحصل ده كله. انت بتضحكني قوي يا سيد والله. هتروح تقول له ايه؟ ما انت طبختها معايا خلاص يا حبيبي، وصدقت على كلامي بالحرف الواحد. ده انت حتى ما جودتش من عندك وقلت له حاجه زياده. اللي كنت بقول عليه بتقول عليه امين. تروح تقول له ايه بقى يا سيد؟ تقول له مراتي سقطت مراتك؟ يرضيك تحبسني يا سيد؟ والله العظيم لو الحبس بنصيبك عشان خاطر تتأدبي كنت اتحبستي احسن. بجد؟ يا ريتني ما طوعتك يا شيخه، طب ولا ما أنا حتى قلت كمان. لاخويا ولا. الحمد لله يا ماما، كل ربنا يجيبه خير يعني. ما تزعلش يا عمر، ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك بالذريه الصالحه وهيديك هيديك اللي احسن ان شاء الله. ما تزعلش على حاجه ربنا خدها منك. انا مش زعلان يا ماما، عارفه اللي زعلان عليه ايه؟ نفسي. عارفه يا ماما، اخويا سيد ومراته جم وقالوا لي ايه؟ قالوا لي ان مراتك دي خاينه، وشافوها اكتر من مره بتكلم حد. عشان كده انا لسه مغضبه عند امها ومش هجيبها، ومش زعلان على الواد اللي راح لانه ما طلعش ابني. ايه ده؟ انت مين اللي قالك الكلام ده يا عمر؟ مرات سيد وسيد يا ماما، واخويا مش هيكذب عليا. سيد ومراته؟ ازاي يا ابني؟ ده مراتك نضيفه ومحترمه وبنت ناس. ازاي يا عمر الكلام ده؟ انا مش هكذب، اخويا اللي مني هيكذب عليا ليه يا ماما؟ اخوك؟ فدي بنت خاينه ما تفرقش معايا. بس يا عمر ما تقولش عليها الكلام ده مراتك. يا ابو السيد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سمعت كل كلمه امك قالتها لك يا عمر. كل انت- كلمه امك قالتها لك هي دي الصح. مراتك دي اشرف واحده شفتها في حياتي يا عمر. انا فعلا غلطت غلط كبير قوي في حقك. انا مش فاهم حاجه، يا ريت توضح. عمر انا ما استحقش ان انا ابقى اخوك من اللي انا عملته ده. انا الشيطان غواني وخلاني ان انا امشي ورا واحده شيطانه ذات نفسها اصلا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم حاجه، يا ريت تخش في الموضوع يا سيد. انت ايه شطانه ومراتي مظلومه يعني ايه؟ مراتك ست شريفه يا عمر وابنك اللي مات دوت انا السبب فيه يا عمر. ان انا شفت مراتي وهي بتسقط مراتك وما رضيتش اتكلم عشان خاطر كنت خايف عليها، مع انها هي واحده واطيه ما تستاهلش اي حاجه ولا تستاهل اي معروف عملته فيها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ده وانت اللي ازاي حصل. توافق على حاجه زي كده؟ ده اخوك. الشيطان غواني والله العظيم. شيطان ايه وزفت ايه تعمل كده في اخوك؟ حرام عليك ليه كده؟ والبنت الغلبانه دي ذنبها ايه؟ انا ندمان ندم عمري والله العظيم يا ماما. مش عارف انا عملت كده ازاي. ايه ده؟ هقول لك وأنا انا بحلم؟ عملت كده ازاي. انت بتحب مراتك فما رضيتش تزعلها. مش هقول لك خايف منها، لا انت خفت على زعلها. على حساب مين؟ حساب اخوك. وده مش دماغ اخويا، دي دماغ مراته. لعبت في دماغك عشان تخرب بيتي. كنت بشوف وبسكت ان هي بتيجي على مراتي دايما، بس بقول عادي، ستات مع بعض، والستات مش هتوقع الرجاله في بعض. ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ عمل فيك ايه اخوك؟ اخوك يستاهل منك اللي انت عملته ده يا سيد؟ الشيطان غواني يا ماما. ما عملتش حساب عذاب الشيطان الضمير إيه؟ اللي ده انا أنا فيه حاسة إن دلوقتي أنا ده. بحلم. انا مش عارف اعمل معاك. انا ما بنامش عبدك. والله العظيم بسببه. ما بنامش بسبب اللي انا عملته. هو انت ابني؟ انت ابني؟ انا مش مصدقه. روح الله يسامحك. الله يسامحك على اللي انت عملته والبنت اللي انت ظلمتها واخوك اللي انت ظلمته. انا مش عارف اسامحه ولا هما موته ولا قطعه ولا اعمل ايه. انا مش عارف. قولوا لي يا جماعه، في موقف زي ده، دي قصه حقيقيه واحنا بننفذها، تسامح اخوك على اللي مراته وصلته ليه، ولا تقطعه، ولا تقول له انت خصيمه ليوم الدين ان هو تسبب في خراب بيتك وموت ابنك بان هو شاف وما اتكلمش؟